تخيل انك تموت وانت فاقد الامل وفجأة تفتح عينك تلاقي نفسك طفل بس محتفظ بكل ذكرياتك وقوة امبراطور السحر المرعب. الغلطة هنا انهم يفتكروه طفل عادي. انا كينج الانمي والنهاردة هنبدأ رحلة الابادة ويلا بينا نعيش في احداث الحكاية. السماء بتشتعل بلون الدم وانفجارات مرعبة بتزلزل الارض من كل اتجاه. في قلب الجحيم ده ملك الشياطين بيصرخ وقابل من الهجمات السحرية بتمزق جسمه بلا رحمة. الكل كان فاكر ان دي النهاية لكن فجأة كارثة بتتشكل. ملك الشياطين بيجمع طاقة هائلة صافية في بقه وبيطلق شعاع مدمر ناحية الصحراء. لحظة حبس الانفاس، ساحر الارض بيندفع وبيسحق الارض بيبني جدار يصد الضربة وفي جزء من الثانية ساحر تاني بيجتاح المكان بسيفه والتالت والرابع بينقضوا من اليمين والشمال زي الكوابيس في نفس اللحظة. سيف بيهوي بكل غضب على راس ملك الشياطين وبرق بيخترق دماغه يشله تماما. هجوم جماعي متزامن سحق كل دفاعاته. ملك الشياطين خلاص بينهار وبيقع على وشه والسحرة واقفين في صدمة بيتنفسوا بصعوبة ومش مصدقين ان الكابوس اخيرا انتهى. هنا كل حاجة اتغيرت. جوه القصر الملكي احتفالات بتهز الجدران وكبار المملكة متجمعين. الملك بنفسه واقف يكرم الابطال الاربعة اللي سحقوا ملك الشياطين. بيوجه كلامه ليهم: انتم الابطال، حكيم المية وحكيم الرياح وحكيم الارض وحكيم البرق. انا بديكم لقب اباطرة السحر، اللقب اللي كان محرم على غير النبلاء. وهنا بيبص لبطلنا افتل، البطل اللي ضحى بعمره، وبيقول له: ومن اللحظة دي انت هتشيل لقب امبراطور سحر الرعد. افتل بيرد بهدوء ان دي قمة الشرف والجماهير بتنفجر بالهتاف. بس من جواه افتل كان بيسترجع 44 سنة عاشهم بيتنفس سحر. والنهارده العالم اخيرا بيعترف بوجوده. سنين بتمر وافتل واقف بيتأمل قلعة ملك الشياطين وبتظهر مارلي بنت من الالف وبتسأله باستغراب لو لسه هيتدرب بعد الانتصار الساحق ده. لكن افتل ما بيوقفش، بيكمل تدريب الاطفال على دوائر السحر وبيأمرهم بثبات بتنفيذ التعويذة المستوى الرابع. ماري بتترجاه يرتاح بس بيرفض رفض قاطع. افتل بيبص لها وبيفتكر ذكريات قديمة لما كانت شيطانة صغيرة واهلها ماتوا بسبب معركتهم مع ملك الشياطين. ومن ساعتها افتل اتبناها ورباها معاه. افتل بيبص لها وبيفتكر اللي حصل وبيقول في نفسه: انا اللي ابدت عشيرتك وبتبص لي بالقلق ده كله. لكن ماري بتندفع وتطلب منه يعلمها تعويذة المستوى السادس او حتى الخامس، هي تلميذته الاولى. بس افتل بيصدها وبيقول لها ان الاساسيات اهم. ماري بتسكت بس الاحباط بياكل فيها، خصوصا انها مفلسه ومحتاجه القوه دي. لكن اللي حصل بعد كده قلب كل الموازين. ماري بتتوغل في الغابه المرعبه مقرره تسحق وحش علشان تثبت نفسها وتريح استاذها. لكن الكارثه لسه ما بداتش. ماري بتجري مرعوبه وبتقول سحر المستوى الرابع ما عملش اي خدش للوحش. بتقرر تخاطر بكل حاجه، بتجمع طاقتها وتصرخ: تفعيل المستوى السادس. صاعقه مضويه بتشق السماء وتضرب الوحش والنتيجه ولا حاجه. الوحش بيكمل هجومه، بيضربها بيوقعها على الارض. ماري بتتلهوى من الالم والوحش بيفتح فكه علشان ينهي حياتها. بس في لمح البصر افتل بيجتاح المكان ويسحق الوحش ضربه واحده بيأنبها على تسرعها. القوه اللي بتيجي بسرعه بتضيع اسرع، لكن المفاجاه كانت لسه جايه. الوحش بينهض من تاني من وراه سليم تماما ومن غير اي خدش. وهنا افتل بيقرر ينهي المهزله دي. تفعيل المستوى العاشر ايكاتوري. صاعقه مرعبه بتكتسح الغابه بتمسح الوحش من الوجود في جزء من الثانيه. وماري بتكون مصدومه ومذهوله من قوته. بيرجعوا البيت بس افتل بينهار بيكح دم بغزاره وجسمه بيتدمر من جوه. ماري بتصرخ برعب، كانت عارفه بمرضه وعلشان كده كانت بتسابق الزمن علشان تريحه. لكن افتل بيرد بصوت مكسور: ما بقاش في وقت للراحه. ماري مش مستوعبه ازاي امبراطور الرعد اللي لسه ماسح غابه بالمستوى العاشر بيقول الكلام ده. بس الحقيقه كانت اسوأ من اي كابوس. افتل بيعترف انه بيبني خلفاء موهوبين لان عمره ما هيوصل لقمه السحر. هو بيفتكر انه في معركه ملك الشياطين هو كان الاكبر في السن والاكثر يأسا وسط الشباب الموهوبين. تاني يوم ولد بيجيب له خبر جديد: امبراطور النار ابتكر نظريه جديده علشان تكتشف نوع السحر بتاعك. هو بيتحمس جدا للفكره وبيجربها على ماري الاول وبيجمع 4 شعرات في 4 عبوات فيهم ماء سحري وبيحط كل شعرايه في ميه. فجاه الميه بتشتعل باللونين الازرق والاخضر بقوه. افتل بيبتسم، اهليتها للسحر المائي والهوائي في اعلى تصنيف نفس تقييمه ليها بالظبط. لكن اللي مستنيهم كان صدمه العمر. افتل بيقرر يختبر نفسه، عايز يعرف هل عنده موهبه توصله للقمه ولا لا. بيحط خصله من شعره وبيستنى الميه ما بتتغيرش، مفيش اي لون.
ماري بتترعب، بتعيد الفحص مرة واتنين وتلاتة والنتيجة صفر. افتل بيستوعب الحقيقة القاسية، هو ما كانش بطيء في التعلم، هو ببساطة ما كانش عنده اي اهلية سحرية من الاساس. كل قوته دي كانت جاية من مجهوده بس. الألم بيعصر قلبه وبينهار على الارض بالكامل. جوه اوضته افتل بيحبس نفسه، الكحة بتمزق صدره وهو مش قادر يتنفس، نايم على سريره وعينه مليانة انكسار. عاش عمره فاكر ان المجهود هيكسر جدار الموهبة، بس الحقيقة ما كانش فيه اي امل من البداية، وبيكون مقهور جدا. دي كانت اخر كلماته قبل ما يلفظ انفاسه الاخيرة ويموت. لكن الصدمة الحقيقية ان في اللحظة دي مهارة نسيها من سنين بتتفعل لوحدها، اعادة التجسيد. افتل بيفتح عينه بيلاقي نفسه في فراغ ابيض لا نهائي، وقدامه كيان ابيض ضخم بيبصله. الكيان بيكلمه: بفضل مهارتك في عدم الاستسلام كملت بمجهود بلا يأس، حان وقت تجسيدك التاني، اختار مهارتين اضافيتين للمستقبل. ولكن افتل بيرفض، معرفته السحرية محفورة في دماغه، والمرة دي هيوصل للقمة بوقته ومجهوده. الكيان بيبصله بذهول، ازاي وصل لمرتبة امبراطور السحر من غير ذرة موهبة وبقوة ارادته بس. وفي لحظة الكيان بيسحب افتل عشان يتجسد من جديد. ذكريات تجتاحها لطفل عنده 4 سنين. افتل بيفتح عينه وبيستوعب انه عايش حياته التالتة، والمرة دي حالف يوصل لقمة السحر. هو بيتسحب وبيمشي عشان يكتشف عالمه الجديد، بس ام الطفل بتصبح عليه. بس افتل بيخرج فورا عشان يعمل فحص الاهلية اللي فاكره من حياته اللي فاتت. بيعمل الفحص، النتيجة ثابتة، الالوان ما بتتغيرش، اتولد في العالم الجديد برضه من غير اي قدرة سحرية. هو بيسأل نفسه بيأس، هل هقف عند المستوى 10 تاني؟ لكن قبل ما يفكر كارثة بتشق السما. تنين مرعب بعيون حمرا بيجتاح العاصمة، الفرسان بيجروا وراه زي النمل ومش قادرين يلمسوه. المدينة هتتمسح، وافتل طفل عنده 4 سنين مش في ايده اي حاجة يعملها. بيتمنى انه كان اتولد بسحر ينقذهم، لكنه بيقرر يخاطر بكل حاجة. بيجمع طاقته وبيصرخ بالتعويذة اللي ابتكرها في حياته اللي فاتت. افتل المستوى العاشر، انفجار طاقة مرعب بيزلزل الارض. التعويذة بتنجح وبتنطلق بسرعة الضوء علشان تمزق جسد التنين. التنين بيصرخ، بيشتعل بالكامل وبينهار مهزوم على الارض. وافتل واقف بيتأمل كفوف ايده الصغيرة في صدمة قاتلة. هل يعقل انه اتجسد في جسم طفل عنده 4 سنين بس شايل معاه كامل طاقته السحرية الجبارة من وقت ذروته في حياته اللي فاتت؟ افتل واقف مكانه، عيونه بتتحرك بذهول كأن الزمن وقف بيه. بعد بحث طويل وتدوير في كل كتاب وكل وثيقة، الحقيقة المرعبة أخيرا ظهرت قدامه. ده مش عالم موازي ومش بعد تاني، ده عالمه هو، نفس العالم اللي كان عايش فيه، لكن بعد ما عجلة الزمن لفت 400 سنة كاملة. لكن وسط الصدمة دي كان في واقع قاسي لسه مستنيه. الصبح بيطلع وخبط هادي على الباب بيكسر الصمت. الأم بتفتح: صباح الخير، شكرا انك تعبت نفسك وجيت من المكان البعيد ده. اللي كان واقف على الباب ده هو فريزر، الاخ غير الشقيق لافتل، وبيديهم مبلغ بسيط، ده مصروف الشهر. افتل بيراقب من بعيد، هو وامه عايشين في منفى وحيدين ومنبوذين، وفريزر هو الوحيد اللي بيعطف عليهم. فريزر بيبتسم لافتل: ازيك يا افتل، شايفك مجتهد وبتقرا كتاب صعب جدا على سنك. افتل بيرد بكل حماس: طفل، ده ممتع جدا. فريزر بيوعده: المره الجايه هجيب لك كتاب اصعب هديه، وهجيبه لك من النوع اللي بتحبه كمان، واكيد ابونا هيفرح بالموضوع ده جدا. هنا افتل بيرفع عينه بلهفه: فريزر، امتى والدي هيقابلني؟ لكن نظره فريزر بتنكسر باسف: معلش يا افتل، والدنا مشغول جدا ومفيش عنده اي وقت. بس فريزر نفسه ما يعرفش ان الحقيقه ورا الغياب ده كانت كارثه. افتل بيكلم نفسه بحسره: عمري ما قابلت ابويا الدوك، شخصيه لها تقل مرعب في النظام السحري للمملكه، وهو سليل دوك البارك العظيم. المفارقه المضحكه ان افتل نفسه هو دوك البارك، وهو مؤسس العيله ديت في حياته اللي فاتت، لكن لانه ما بتملكش اي كفاءه سحريه وعائلتهم بتقدس السحر، الزوجه الشرعيه كرهتهم ونفتهم لابعد مكان. باختصار افتل مجرد ابن غير معترف بيه، وفريزر هو الابن التاني للزوجه الشرعيه، بس قلبه طيب. فريزر بيقطع تفكيره: افتل، مع كل اجتهادك ده الطريق اللي انت عايز تسلكه؟ افتل بيرد بكل ثقه: احنا من سلاله الحكماء العظماء، ولما اتم 15 سنه انا عايز اروح اكاديميه السحر في العاصمه. بس قبل ما يكمل كلامه الام بتقاطعه وبتحط ايديها على بقه وبتقول بنبره بتعصر القلب: الطفل ده زيي ما بيملكش اي كفاءه سحريه. وافتل عارف ان في العصر ده اختبارات الكفاءه بقت منتشره، وانعدام الكفاءه بقى شيء مفروغ منه. هنا فريزر بيطرح الحل الاخير: علشان كده انا بفكر اخليك تدرس المبارزه وتدخل مدرسه الضباط، انا كمان اتخرجت منها. الفرسان السحريين نادرين جدا وقيمتهم مهوله في الجيش، ايه رايك نختبر مهارتك في السيف النهارده؟ وهنا بدات اول شراره للقوه الحقيقيه في الجنينه. افتل ماسك سيفه الخشبي بيلوح بيه، وبيكون باين
عليه التعب جدا. فريزر بيوجهه بيقول له حط قوه اكبر في معصمك. ايوه استمر. لكن فجاه فريزر بيقف مذهول. ممتاز جدا، حركتك ما فيهاش ذره توتر او طاقه ضايعه، انت عندك كفاءه مرعبه في السيف. افتل بيفهم اللعبه. اخويا كان بيعلمني علوم وادبيات طول الفتره دي، بس كان بيخطط يبعتني مدرسه الضباط علشان قلقان من انعدام سحري. وهنا فريزر بيساله تعبت يا افتل؟ بس افتل بيرفض التنازل. يا اخويا انا بجد عايز اروح اكاديميه السحر، انا عارف اني بلا كفاءه بس انا بمتلك طاقه سحريه واقدر استخدم السحر. وبيبقى افتل عايز يروح عشان يدور على طريقه يتجاوز بها حدوده، لان في اعتقاده ان السحر اتطور في العالم ده واكيد في ابحاث هتساعده. لكن اللي حصل بعد كده قلب كل الموازين. فريزر بيتنهد وبيقرر يحط نهايه للنقاش ده. ماشي يا افتل، انا هوريك سحري دلوقتي، لو قدرت تعيد انتاج جزء حتى لو بسيط منه انا هقدم لك توصيه مباشره لاكاديميه السحر. ركز كويس. فريزر بيقف بياخد نفس عميق وبيبدا يقرا التعويذه بصوت عالي بيهز المكان. المستوى الثاني تعويذه الرياح. السحر بينطلق زي الطلقه وبيشق جدار شجره ضخمه ببراعه. فريزر بيبص له فخر. ايه رايك؟ مش دي معجزه؟ الموضوع محتاج تدريب شاق علشان توصل للمستوى ده. افتل بيبص له باستغراب شديد. مستوى تاني؟ هو ده كفايه بجد؟ طب دوري. وهنا الكارثه لسه ما بداتش. افتل بيندفع، لا بيرفع صوته ولا بينطق تعويذه واحده. بيفعل السحر بمجرد ارادته. انفجار كاسح بيهز الارض، بيمسح جزء ضخم من الغابه بالكامل. قوه الصدمه كانت هتطير فريزر من مكانه. فريزر بيصرخ برعب يشق حنجرته. مستحيل، سحر من غير تعويذه وفي جزء من الثانيه، ده ما بيعملوش غير حكيم اتدرب عشرات السنين. انا عمري ما سمعت عن الحاجه دي ابدا. ولا افتل انت عملت ايه؟ افتل بيبقى متوتر ومش عارف يقول له ايه. بيقول له انا اسف، كنت بحاول اقلدك بس هو طلع بقوه المستوى الخامس، انا كنت اقدر اوصل للمستوى العاشر بس. وقبل ما يكمل كلمته فريزر بيقع على الارض مغمى عليه من هول الصدمه. افتل واقف يحلل اللي حصل والحقيقه بتضرب زي المطرقه في دماغه. فهمت، خلال ال 400 سنه الحضاره السحريه تراجعت بشكل مرعب. السحر من غير تعويذه بقى زي التكنولوجيا المفقوده او بيعتبروه معجزه الهيه. انا شكلي اخطات التقدير تماما. وهنا كان لازم افتل يتصرف بسرعه قبل ما السر ينكشف. فريزر بيفوق وهو مصدوم ومخبول. هل طفل بلا كفاءه اطلق سحر بدون تعويذه؟ افتل بيكذب بسرعه وثبات. انت بتتكلم على ايه يا اخويا؟ السحر كان قوي جدا لدرجه انه فجر الشجره وحتى طارت خبطت في راسك وافقدتك الوعي. فريزر بيحط ايده على راسه بيقتنع بسهوله. هو ده اللي حصل. وافتل هنا بيقرر في سره هتدرب على السحر في الخفاء من هنا ورايح، وهجري اخويا في خطه مدرسه الضباط مؤقتا. لكن الموافقه دي كان ثمنها الدم والعرق. التدريب بيتحول لجحيم. فريزر بيضرب افتل بقسوه لا ترحم، بيديله في وشه بيوقعه، بيضربه في بطنه ويوقعه على الارض بعنف. فريزر بيزعق فيه راقب خصمك كويس، يلا بينا مره تانية. افتل بيتألم بس من جواه بيصرخ انا مش عايز مدرسه الضباط، بس مهاره عدم الاستسلام من حياتي اللي فاتت بتخليني اقوى كل ما اسقط واتاذى. السنين بتمر وفي سن العاشره افتل واقف قدام شلال ميه هادره، بيزعي شجره بيهبط من فوق وفي ومضه عين بينقض بسيف الخشبي ويقطعه لحتت صغيره بضربات خاطفه ومميته. بيبتسم لنفسه، المبارزه ممتعه وبيقول يمكن لقب اقوى فارس سحري ما يكونش سيء. لكن الاختبار الحقيقي كان لسه بيجهز. التدريب مستمر 3 مرات في الاسبوع، بس النهارده فريزر جاب معاه مدرب خاص، راجل ضخم جدا ملامحه بتنطق بالموت. موريا القائد السابق لفرسان مملكه ازوال. المواجهه بتبدا وافتل بيتجمد في مكانه مش قادر يتحرك من شده الضغط وانعدام اي ثغره في دفاع موريا. موريا بيصرخ بصوت يهز المكان بما انك ما بتتحركش انا اللي ههجم. بيندفع بضربه مرعبه بتشق الارض. افتل بيتفاداها بصعوبه بالغه لان رد فعله اتاخر. موريا بيستفزه رد فعلك بطيء، طب خد دي. افتل بيعزز قدراته الجسديه. فريزر بيراقب من بره وبيقول له مش قلت لك هو ما عندوش كفاءه سحريه، بس بيتلاعب بتدفق السحر جوه جسمه بسلاسه مذهله كانه ساحر عظيم. موريا بينقض تاني بسرعه مستحيله. افتل بيدرك في لحظتها ان طوله وقوته العضليه مش كفايه ابدا لصد الضربه دي وفي جزء من الثانيه هو بياخد قرار انتحاري. بيلف سيفه من ايده وبحركه تلقائيه قاتله من حياته السابقه استخدم حركه جوجيتسو وبيمسك الوحش موريا وبيوقعه على الارض بكل عنف. موريا مبرق من المفاجاه، الصمت بيسيطر وبعدها بينفجر من الضحك. خسرت، انا خسرت، انت نجحت في الاختبار. وبنعرف ان موريا هو مدير مدرسه الضباط نفسه. وبكده افتل ضمن قبوله في الاكاديميه لما يتم ال 15 سنه. لكن موريا بيقف وهو بينفض هدومه وبيقول له بابتسامه بس للتوضيح انا اللي فزت في قتال السيف، بس طموح افتل اكبر من اي سيف واي مدرسه. وبالليل السما بتغيم وعاصفه رعديه قويه بتضرب المكان والام قاعده مرعوبه على افتل اللي كان بره في الجو ده. لكن افتل كان واقف لوحده تحت المطر صامت بيتدرب على سحر البرق من المستوى التاسع او العاشر. بيستغل اصوات الرعد الحقيقيه علشان تغطي على
على صوت انفجار سحره المدمر. هو من جواه بيقول لنفسه مدرسة الضباط دي مش طموحي، طريق السحر صعب للي زيي، بس لما اتم 15 سنة انا هسيب البيت ده وهشق طريقي بنفسي علشان اوصل لاكاديمية السحر. بس فجأة فريزر بيدخل عليه وبيقول له طمنا عليك يا اخويا، انت كويس؟ انا شفت رعد جامد بيضرب هنا. هو بيطمن عليه وبيروحوا. وهنا المفاجأة اللي قلبت حياته كلها خبطت على بابه. فريزر بيدخل عليهم بخبر مذهل، الدوك وافق اخيرا انه يقابل افتل. الام وفريزر بيكونوا فرحانين جدا، فاكرين ان افتل اخيرا نال الاعتراف اللي يستحق طول السنين دي. بيوصل القصر الضخم، رهبة المكان بتخطف الانفاس. افتل بيدخل بكل شموخ وبيقف قدام ابوه. تشرفت بلقائك يا ابي، انا افتل. الدوك بيبص له بنظرة كلها قرف واحتقار تام وبيقول له ولا ما تقوليش ابويا، انا عمري ما اعترفت بيك في يوم من الايام، انت عار العيله. ان يولد شخص بلا سحر في عيله دوك البرق العظيم، ده اكيد مؤسس العيله بيعيط في قبره دلوقتي بسببك. افتر الدم بيغري في عروقه او من جواه بيصرخ ايوه انا فعلا بعيط لان حفيدي طلع شخص حقير بالشكل ده. انا هو دوك البرق يا غبي، انا عايز ارجع لبيتي. لكن الكارثه الحقيقيه كانت لسه هتخرج من لسان الدوك. الدوك بيكمل ببرود، سمعت انك اتقبلت طالب منحه خاصه في مدرسه الضباط، ده معناه ان اقامتك واكلك هيكونوا مجانا. ممتاز جدا، بكده هوقف صرف لاي اموال عليك نهائيا. افتل بيتلقى صدمه شلت لسانه، هو ده السبب جايبني هنا بس عشان يبلغني انه هيقطع المصروف. اما انت اب ابن. وقبل ما يستوعب الموقف الدوك بيبص له نظره خبيثه بيقول له انا ضعيف انت، رغم انك مجرد نزوه لكنك للاسف بتحمل اسم العيله. انا هختبر بنفسي ان كنت هتستحق المنحه دي ولا هتجيب العار للعيله. وش الحارس بتاع الدوك بيتحول لملامح شيطانيه مرعبه، طاقه قاتله بتملي المكان وبيستعد ينقض بهجوم مدمر عليه. وبيروحوا ساحه القصر، التوتر بيخنق المكان. الدوك قاعد بكل كبرياء، ملامحه كلها احتقار، وبتبقى واقفه جنب ام افتل، وافتل بيبقى واقف في وش اخوه يوشين اللي كنتوا مفكروا خادم العيله. يوشين ده بطل في فنون السيف، ضرباته ما بترحمش. فريزر بيحذره وبيطلب منه يستسلم فورا لو مش قادر، بس افتل بيرد بكلمه واحده بس حاضر. يوشين بيضحك باحتقار وبيرمي لافتل سيف عظمي تقيل جدا وبيشرح له بدم بارد ازاي السيف دوت ممكن يهشم الجماجم، وبيقول له انا اللي هعاقبكم بنفسي. وبيهين امه وبيقول له انها خنزيره عديمه الموهبه، وبيهدد انه هيقتلها عشان بتلطخ اسم العيله. لكن اللي حصل بعد كده قلب كل الموازين. يوشين بص لافتل بكل برود وقال له انا هقتلك انت مكانها، لكن افتل كان واقف بيبص له بنظره كلها غضب. هو بيكون عايز يفصل راسه عن جسمه وبينقض عليه زي الوحش، ضربات سريعه ومتتاليه. يوشين بيتراجع وبيصد الهجوم بصعوبه شديده جدا. افتل بيسخر منه من فنون السيف بتاعته، لكن هنا بقى افتل بيفعل تعزيز الجسم في سنتين تام وفي جزء من الثانيه. افتل بيضربه بقوه كارثيه بتطير وشه وتشقلبه في الهواء. الساحه كلها تجمدت من الصدمه. افتل بيكسب المواجهه باكتساح وبيرمي السيف وبيهدد بكلمات بتقطع زي السيف، لو اهنت امي تاني هقتلك. ومن اللحظه دي الموقف اتغير. افتل بياخد امه وبيمشوا وبيشكر ابوه على الدعوه بكل برود، والاب قاعد بيتصبب عرق ومرعوب من اللي شافه وبيطلب منه يجتهد في الاكاديميه العسكريه. وقت الغروب هدوء غريب بيسيطر على البيت. الام بتجهز اكل افتل المفضل وهما بيتكلموا عن انتقام الدوك، وفجاه خبطه عنيفه على الباب وبيكون هو فريزر بيكون شايل طفل رضيع وملامح وشه بتنطق بالكارثه. بيشرح بسرعه ان العاصمه بتغلي والجيش كله في حمله عسكريه، وحزب الوزير الاكبر بيستغل الفرصه عشان يغتال ولي العهد الصغير ده، واللي بيدير اللعبه دي كلها هو الدوك نفسه. لكن الموقف كان اسوأ مما تتخيل. فريزر بيأكد انهم لازم يهربوا لبره الحدود فورا علشان يحموا الامير، ويفتل بيقرر باندفاع انه هيروح معاهم علشان يحمي الدوله ديت، علشان الملك زمان من 400 سنه هو اللي اداهم العتاد والعده ومولهم علشان يقتلوا ملك الشياطين. الرحله بدأت في الغابه، بس الجو كان مقبوض، مفيش صوت لحيوان واحد، لحد ما بيسمعوا صوت غريب اقرب للرعد. بيكتشفوا الكارثه، الغابه بتولع من وراهم والنار بتحوطهم من كل مكان، وجيش كامل من الصحراء سدد الطريق قدامهم. ودي بتكون فرقه السحر الخاصه بالدوك محاوطهم بالكامل ومفيش اي مفر. فريزر بيقرر يخاطر، بيتقدم من غير سلاح وبيروح لابوه وبيترجى ابوه الدوك انه يوقف الجنون ده ونتفاوض ونرجع العاصمه. الدوك بيبتسم بخبث وبيقول لفريزر انت مجرد عائق، وبدل ما يتفاوض بيطلق تعويذه تحرير القوى السحريه، موجة انفجار كهربائيه بتسحق المكان وبتفقد فريزر الوعي في لحظه. لكن الصدمه الحقيقيه كانت لسه هتبدا. الدوك بيأمر فرقه السحر باستخدام تعويذته الاعظم من المستوى السادس، احرقوا المكان ده كله. النار بتكتسح المكان، افتل بيصرخ وبيكونوا مش مستوعبين اللي بيحصل، والكل فاكر ان فريزر مات. وهنا كل
حاجة اتغيرت. افتل ملامح وشه اتبدلت تماما كأنه شخص رجع من الموت. بيتقدم ناحية صفوف السحرة بخطوات بطيئة. هو بيطلق تعويذة التجمد، وفي ومضة عين المكان كله بيتجمد بالكامل في مشهد بيحبس الأنفاس. السحرة بيصرخوا برعب من حجم الطاقة الهائلة اللي خارجة من طفل صغير. الدوق بيتجنن وبيأمر فرقة السحر تطلق هجوم جماعي شامل من المستوى الخامس، لكن الموقف خرج عن السيطرة. وقبل من سهام النار بتنقض على افتل وبيدمروا المكان وبيحصل انفجار مرعب. السحرة بيهللوا فاكرين انهم سحقوه، بس الدخان بيتبدد وافتل واقف سليم تماما وبيكون مفعل درع السحري وبيسخر من ضعف تدريبهم. الدوق بيفقد اعصابه وبيستخدم اقوى سلاح، المستوى السادس، تعويذة افتل المستوى السادس. افتل بيبتسم باحتقار لانه بيسمع اسمه في تعويذة ضعيفة وبيرد بتعويذة من المستوى السابع، درع سحر اضافي. بيتبدد هجوم الدوق الضخم في جزء من الثانية، لكن دي كانت مجرد اول خطوة. افتل بيجتاح صفوف السحرة بسرعة البرق وبمهارات السيف اللي اتعلمها من اخوه. بيبدأ يقطع فيهم واحد ورا التاني بلا اي رحمة. بيطلق قنبلة الشغب من المستوى التاسع، بيمزق دروعهم وبيحرقهم بالكامل. الكل بيجري مرعوب من الوحش اللي صحى قدامهم وما كانوش يعرفوا ان الخطر الحقيقي لسه هينزل فوقهم. افتل بيشكل دائرة سحرية ضخمة، الغيوم السوداء بتتجمع في السماء بسرعة. السحرة فاكرينه سحر طقسي بدائي، بس افتل بيصدمهم. انا بتحكم في البرق نفسه، بيصرخ بأعلى صوته. تفعيل المستوى التاسع. افتل صاعقة كارثية تنزل من السماء، بتزلزل الارض، بتبيد كل الجنود حرفيا. لكن افتل بيحمي ابوه واخوه بتعويذة سحرية علشان عايزهم يتحاكموا وياخدوا جزائهم. ما ينفعش يموتوا هنا كده. واللي حصل بعدها انهى كل حاجة. العاصفة بتهدى، محاولة الانقلاب بتفشل تماما، والدوق بيتعلق على حبل المشنقة هو وكل الخونة. لكن المفاجأة اللي قلبت كل الموازين ان فريزر لسه عايش، وده بيكون بسبب القلادة القديمة حارس اوبيرون. انقذته من النار البركانية ومن الرعد اللي كان نزل فوق دماغه. افتل بيحضن اخوه بفرحة، وبسبب بطولته وتضحيته فريزر بيحتفظ بلقب الدوق وبيبقى هو المسؤول عن العيلة الجديد. لكن النهاية كانت لسه بعيدة، وفي الغابة افتل بيقرر يوريهم جزء من قوته الحقيقية. بيطلق تعويذتين متتاليتين من المستوى السابع بيمسحوا جزء ضخم من الغابة. فريزر والمدرب مذهولين من الصدمة، وافتل بيلمح لسر قوته، بس بيتفقوا يخلوا السر ده مدفون علشان العالم ما يتقلبش. فريزر بيسأله عن خطته الجاية، افتل بيرد بكل اصرار وثقة. اكاديمية السحر، هروح اسكل مهارتي هناك. فريزر بيبتسم وبيوعدوا يدربوا على السيف لحد ما يتم 15 سنة. وبكده افتل بيحط رجليه بقوة على اول طريق استكشاف السحر الاعظم. لحظة الوداع بتبقى تقيلة دايما على القلب. افتل واقف قدام امه واخوه المدرب بتاعه علشان يبدأ رحلته. امه ما قدرتش تمسك نفسها، دموعها نزلت وجرت عليه وحضنته وقالت له بصوت مهزوز، انت دلوقتي بقيت راجل كبير، اعمل اللي انت عايزه بحرية، ولو حسيت انك عايز ترجع البيت في اي وقت ارجع براحتك. هو بيشكرها انها ربته 15 سنة، واللي واقفين كلهم بيكونوا متأثرين. فريزر بيبص له وبيقول له خد بالك على نفسك وما تنساش تتمرن كويس على السيف، وهو بيشكره على كل حاجة قدمها له لحد دلوقتي. افتل بيدولهم ظهره. يا ترى هيعمل ايه دلوقتي؟ جواه اصرار مرعب وعزيمة من حديد. بيوعد نفسه وبيقول انا هتخطى حاجز الموهبة ده مهما كلف الامر، ومن هنا مش هقف، همشي في طريق واحد لحد ما اوصل للقمة. بيمشي افتل وبيسيبهم وراه، وبعد مسافة بيقرر يستريح شوية وبيدخل حانة يقعد فيها. بس ده لسه ما عملش حاجة، لان اللي جاي دلوقتي هيغير كل حاجة. هو بيبقى جنبه مدرس سحر كبير بيتذلل لساحر اسمه ادواردز المجنون. هو بيقول له بمنتهى الاحترام شكرا جزيلا ان ساحر مشهور زيك جه لبلدة صغيرة زي دي يا ادوارد سمع، ويا ريت توري اطفال مدرسة السحرية سحر حقيقي. بس ادوارد بيقطعه بغرور. هو بيقول له من غير اذن ما تكلمنيش اصلا. الراجل بيتخض وادوارد بيكمل باحتكار انت مش شايفني بقرا؟ الراجل بيعتذر له برعب. ادواردز بيبص له من فوق لتحت ويهينه. انا وانت قيمة كل ثانية من حياتنا مختلفة تماما، افهم ده كويس. وكل ده بيحصل وادوارد رابط جنبه بنت شيطانة كأنها عبدة، وافتل قاعد بعيد شايف كل القرف ده بعينه. ادوارد بيكمل نفخته كدابة بيقول انا في ال20 ومعترف بيا مغامر من الرتبة ايه في النقابة، الناس بتشهق. رتبة ايه؟ بيبص للراجل باحتكار ويقول له وبالمقارنة بيك انت راجل في ال50 ولسه يا دوب رتبة سي، واخرك تفتح مدرسة سحرية للاطفال هنا، ده مصيرك الطبيعي علشان انت زبالة اصلا. وبيضيف بقرف ده اللي بيضايقني في اهل الارياف، محدش بيقدر ظروف التاني. الراجل بيحاول يلطف الجو ويقول له احنا محضرين لك حفلة استقبال الليلة يا
ادوارد سمع، بس ادوارد بيصدمه. ايه الكلام الفاضي ده؟ النهارده يوم مميز ليا وللبنت الشيطانه دي. الفتره اللي المفروض تاخدها علشان تتاقلم مع جسمها خلصت النهارده بالظبط. واحد من اللي واقفين بيفهم الكارثه بيقول يعني قبل ما تتاقلم مع جسمها بيدخل عليها، ده مقرف. افتل قاعد سامع كل ده، قلبه مليان غثيان من القرف، بيفكر في ماري وبيقول لنفسه لو ما كانش هو انقذها كانت هتبقى عبده زي البنت دي بالظبط. وهنا حصلت المفاجاه اللي ما حدش كان يتوقعها. صريخ بيرج المكان فجاه، راجل بيدخل يصرخ وبيقول الاورك العملاق جه. الناس بتنهار من الرعب، ده الاورك العملاق، هنعمل ايه؟ حد بيصرخ استدعوا مقاتل، بس التاني بيرد بقله حيله، النقابه مش هتقدر تساعد، قريه زي ديت مفيش فيها حد يقدر يواجه وحش زي ده. وفي عز الرعب ده واحد بيطمنهم وبيقول ما تقلقوش ادوار المجنون موجود. مغامر من الرتبه ايه؟ الناس بتاخد نفسها وبتفرح، خلاص هننجو. ادوار بيقف بكل ثقه وغرور وبيقول ده وحش صعوبته رتبه بيه، بالنسبه ليا ده لعب عيال ومش هيرهبني خالص. افتل بيبص للموقف وبيقول لنفسه الظاهر ان حتى بعد 400 سنه الرتبه ايه لسه بتعتبر حاجه مرعبه. ادوارز بيتقدم للمواجهه، بيبص للوحش وبيقول يلا يا كائن يا قذر، خصمك هو انا، هوريكم سحر الحقيقي عمركم هتشوفوه في قريه زي دي ابدا. بيبدا يقرا التعويذه وفجاه بيصرخ هولي فاير مستوى 4 انطلاق. هو بيقول بغرور ده سحر عمركم هتشوفوه ببلاش. بس اللي حصل بعد كده كان صدمه للكل، الدخان بيطير والاورك واقف مكانه ولا كأن نمله رصته. ادوارز عينه بتوسع من الصدمه، ازاي؟ مستحيل، اعلى مستوى سحر عندي ملوش اي تأثير. الوحش بيقرب منه بخطوات تزلزل الارض. ادوارز بيترعب، قلبه بقى بيدق بسرعه، بيصرخ مذعور لا استنى، انت مش اورك عملاق عادي، انت فرد من نخبه الاورك، اورك ماذر كور. بيعترف بالهزيمه فورا وبيقول اورك عملاق ماشي لكن ده مستحيل اهزمه. واضح ان مفيش طريقه اهزمه بيها. يا ترى هيعمل ايه دلوقتي؟ هيقاوم ويحمي الناس؟ لا، الجبان بيهرب، بيدي ظهره للوحش وبيجري. الناس بتصرخ له ايها المغامر انت بتعمل ايه؟ بس هو ما بيردش، هو بيقرا تعويذه دفاعيه لنفسه. المستوى الثالث حاجز سحري بيحوط المكان وبيكون حبس الناس مع الوحش وبيكون هو بره الحاجز وبيبص لهم بوقاحه وندالة وبيقول طبيعي ده توم، شخص نبيل زي مستحيل يموت في مكان زي ده. وبيقول للبنت انت هتبقى توم. البنت بتصرخ مرعوبه مستحيل مش حقيقي، طلعوني من هنا انا مش عايز اموت. وبتستسلم لمصيرها وهي بتقول خلاص انتهت. ما تفكرش ان الموضوع هيكون سهل لان افتل مش هيسكت. وفجأة بدون اي مقدمات صوت تعويذه بيشق الهوا، سيرافيك ديسبول المستوى السادس. وفي ثانيه واحده حاجز ادوار بيتكسر حتت زي الازاز. الناس بتتفاجئ، ايه ده؟ مين اللي عمل كده؟ الراجل العجوز بيتكلم نفسه، ايه ده؟ سحر من غير تعويذه. وهنا افتل بياخد باله ان لفت الانظار من غير ما يقصد، بس هيعمل ايه؟ ما قدرش يسيب الموقف كده، بيفكر في خطه خبيثه في ثانيه. لو موهت السحر بالمستوى الثالث وبعدين ضربت مستوى 9 فعليا هيبان وكأن ضربت من المستوى الثالث، وكده هيفكروا انه قضيت عليه بالمستوى الثالث ومحدش هياخد باله. دي خطه مثاليه وكده مش هلفت الانظار. الاورك بيهجم عليه بس افتل بتفاداه بسرعه وبيقوم بهجوم سريع. الناس بتتفاجئ وافتل بيضربه بتعويذه نار من المستوى الثالث. وافتل بيستغل اللحظه دي وبيقول لنفسه تمام، طالما كل الانظار مركزه على اللهب التمويه الضربه الحقيقيه هتعدي من غير ما حد يلاحظ. وبوم، الوحش بيتحرق وبيتحرق من التعويذه اللي من المستوى الثالث. بس الناس بتصرخ من الفرحه، المستوى الثالث اشتغل ازاي؟ برافو، الواد ده حرق الاورك ماذر كورب المستوى الثالث بس جامد جمدان. ادواردز واقف مشلول مش قادر يصدق، مستحيل سحر مستوى 4 ما اثرش، ازاي سحره اثر؟ الراجل العجوز بيرد عليه بهدوء قاتل وبيقول له السحر ده كان مختلف عن السحر بتاعك، كان في تقنيه سحريه وتوقيت استباقي صحيح، فقوته بتوازي مستوى 5 فعليا. الناس مذهوله، ولد عنده 14 سنه بيعمل كده. هنا افتل بيدرك الحقيقه، هو بيقول في نفسه يعني ادواردز اصلا ما كانش بيعمل التقنيه ديت ولا التوقيت الاستباقي، حتى اساسيات زي دي ما كانش يعرفها. رتبه ايه اللي كان فيها دي؟ ده لو انا كنت ضربت الوحش بالمستوى الاول كان كفايه عليه قوي. افتل بياخد باله انه اتفضح اكتر من اللازم، بيحاول يداري ويقول للناس بابتسامه الموضوع ان السحر بالصدفه وقع في مكان كويس، بس الناس بتصدق وتفكر ان السحر مستوى 3 عادي. ادواردز بيحاول ينفض نفسه ويهرب في الزحمه بس افتل بيقف قدامه وعينه بتطق شرار. ادواردز المجنون صح؟ الراجل بيترعش ويقول له ايوه. افتل بينصحه بحزم لازم تحترم اللي اكبر منك سنا، المدرس اللي قدامك ده يعرف عن السحر اكتر ما انت تعرف بكتير.
كتير. بيكمل بلهجة ترعب، وكمان اللي حصل دلوقتي ده محاولة قتل، انا منعتها قبل ما تكمل بس دي جريمة خطيرة جدا. ادواردز بيستغرب، جريمة خطيرة؟ يفتل بيكمل، مجرم زيك ما عندوش حق انه يمتلك عبيد، حرر البنت دي فورا وسلم نفسك للسلطات. ادواردز بينهار وبيوافق بخضوع تام. حاضر. يفتل بيمشي وبيسيب المكان، والبنت بتكون بصاله بذهول. ادواردز قاعد في الارض بيعيط زي العيال. يفتل بيمشي المسافة طويلة ويوصل لمكان يشبه الصحراء، بس بياخد باله ان البنت لسه ماشية وراه. بيلف لها وبيسألها لحد امتى هتفضلي ماشية ورايا؟ البنت بتترعش وبتتوسل، ارجوك سامحني، خلاص انتهيت، بس ارجوك. يفتل بيستغرب، ايه عايزة ايه بالظبط؟ بتناديله برعب، سيدي من فضلك استنى. يفتل بيتفاجأ، ايه فجأة بتناديني بسيدي؟ بتشرح له وهي خايفة، لو فضلت كده هيتقبض عليها كعبد هاربة، ارجوك من فضلك. يفتل بيفهم الموقف وبيقول لنفسه صح، نظام العبودية ده مش هيخلص بسهولة لما السيد يختفي او يموت. العبدة اللي بينقطع الرابط بينها وبين سيدها بتبقى حرة نظريا، بس لو واحد شرير لقاها وعقد معاها عقد جديد ممكن تتعذب او تموت. بيبص لها بيتعاطف ويقول لها انت شكلك طيبة واكيد احسن من الراجل ده مليون مرة. هي بتوافقه وبتقول له كلامك صح، بس بيسألها سؤال مهم، انت اصلا من الشياطين ازاي بقيتي عبدة؟ البنت بتحكي له ان قبيلتها خسرت حرب ضد مملكة البشر زمان وبقوا عبيد من ساعتها. يفتل بيعلق، فاهم. بتوضح له ان العبد مستحيل يتحرر تاني الا باجراءات صعبة جدا. يفتل بيقول الموضوع ده قاسي جدا بس ده حاجة عادية في العالم ده. بس هنا بتيجي الصدمة اللي خلت يفتل يتنح. البنت بتفجر المفاجأة، انا في الحقيقة من سلالة ملوك الشياطين وقريبة بعيدة لمارلين مديرة اكاديمية التينا للسحر. يفتل عينه بتوسع من الصدمة، ايه بتأكد له بالضبط كده. بيستغرب، بس عيلتك دي عيلة نبيلة وظروفكم. هو بيقطعها بسرعة، استني قلت ايه دلوقتي؟ بتسأله تقصد اننا من عيلة نبيلة صح؟ بيصلح لها لا مش ده قصدي خالص، مارلين تلميذة الحكيم الاسطوري يفتل دي اللي انت بتتكلمي عنها. البنت بتأكد له ايوه بالظبط، مارلين دي واحدة من اعظم سحرة الشياطين اللي اتربت على ايد الحكيم يفتل نفسه. والمفارقة هنا انها ما تعرفش انها واقفة قدام يفتل اصلا. يفتل مذهول وبيقول لنفسه معقول مارلين لسه موجودة بعد 400 سنة وكمان مديرة اكاديمية السحر؟ بيحسم قراره فورا، طيب انا قررت هكون سيدك مؤقتا لحد ما نلاقي حل. البنت بتطير من الفرحة، بجد؟ يفتل بيأكد لها ايوه بجد، مش هسيب قريبة مارلين كده من غير مساعدة. بيسأل عن اسمها فبترد باحترام انستاسيا. يفتل بيرحب بيها، اهلا بيكي، وهي بتشكره وبتقول له شكرا يا سيدي انا تحت امرك. بعد رحلة طويلة بيوصلوا قبل ما الشمس تغيب. انستاسيا بتسأله سيدي احنا فين؟ يفتل بيشرح لها ان بكرة هنا في المدينة في امتحانات دخول لأكاديمية السحر وانهم جايين يخوضوا الامتحان ده. انستاسيا بتتفاجأ، سيدي انت مرشح للامتحان؟ وبتقول فعلها بس ده قوي جدا. يفتل بيأكد لها ايوه، وبيقترح ان هم يروحوا فندق بس بيغير رأيه وبيقول خلينا ناكل اي حاجة الاول. وبيقفوا قدام مطعم فخم جدا وانستاسيا بتخاف وبتسأله مش المطعم ده غالي؟ يفتل بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش من الفلوس خالص، بس البنت بتكون مترددة ويفتل بيصر خلاص قبل يوم مهم لازم ناكل لحمة كويس. بيدخلوا مطعم فاخر والنادل بيرحب بيهم. يفتل بيقول له عايز ترابيزة الاتنين، بيكون باين على النادل القلق ويقول لهم اتفضلوا وبيوجههم للطاولة. والبنت بتكون قلقانة جدا وبتسأله انت جايبنا ليه مطعم فاخر زي ده؟ لكن يفتل بيحاول يطمنها ويقول لها ما تخافيش وكلي براحتك، بس بياخد باله انها قعدت على الارض. بيسألها تعمل ايه كده؟ بترد قاعدة، بس هو بيوضح لها الكرسي موجود اهو، قاعدة جنبي كده ليه؟ بس البنت بتتفاجأ انا عبدة ما ينفعش اقعد على الترابيزة، بس هو بيرد بحسم انت بتقولي ايه؟ طبعا ده حقك الطبيعي. بتحاول تشرح له وهي خايفة، بس يا سيدي حسب عادات العبيد المفروض اقعد بعيد وركبتي متنية علشان اقدر اتحرك فورا لو احتجت حاجة. يفتل بيقطعها العادات ديت مش مطلوبة قدامي. بتتردد وتقول له بس دي حاجة مش مسموحة. يفتل بيتضايق، هو بيقول لها فعلا عادات العبيد ديت متغلغلة جواكي، طيب ده امر من سيدك اقعدي. بتوافق وبتقول له حاضر وبيحاول يشجعها، ايه تمام مرتاحة؟ بتقول له اه وبتشكره جدا. وهنا النادل بيتدخل بتناكة وبيقول لهم معلش يا زبون للاسف عندنا محظور جلوس العبيد على الطاولة وكمان المطعم ده مخصص للطبقة الراقية بس. وبيبص لهم باحتكار وبيسأل معلش انت اصلا معاك فلوس كفاية ولا انتوا جيتوا هنا غلط؟ المكان ده مش للعامة. انستاسيا بتتحرج وبتقول له يلا نروح ناكل في اي عربية في الشارع. يفتل بيرد ببرود اعصاب قاتل
بيطمنها ما تقلقيش يا انستاسيا. هو بيطلع حجر كريم بيلمع وبيسأل النادل ده كفاية. النادل عينه بتطلع لبره. ايه ده؟ دراجون دروب ده بالحجم ده قيمته اكتر من 50 قطعة ذهبية. في ثانيات تلاكة بتتحول لتذلل. بيعتذر بخجل. اسف جدا على سوء التفاهم. افتل بيوافق وبيقول له خد الباقي بس يا ريت تجيب احسن لحمة عندك. النادل بيجري يزعق للعمال بسرعة قدموا للسيدة الآنسة العبدة اقصد الآنسة افضل اقلع عندنا ووديهم اوضة الفي اي بي. افتل بيضحك في سره. الحقيقة ان انا معايا فلوس كتير جدا من رحلة السفر وبيفتكر امه وهي بتديها له وبتكون دي فلوس ابوه اصلا. انستاسيا بتسأله ايه ده يا سيدي؟ بيطمنها ما تقلقيش كله تمام. بيشجعها تاكل. كل براحتك يا انستاسيا. بتتفاجئ وبتقول له انا اول مرة اكل حاجة زي كده بجد. انا ممكن اكل انا كمان وانا عبدة. بيطمنها احنا هنكون مع بعض لفترة طويلة. اعتبري دي تحية ترحيب مني ليكي. كل براحتك. بتشكره جدا وبتبدأ تاكل بسعادة. بيسألها يمكن مش بتحب اللحمة؟ بترد لا ابدا. بيفكر جواه انا متأكد انك عانيتي كتير كعبدة ظلم وسوء معاملة وممكن انا كمان من غير قصد اعاملك بشكل مش لطيف في المستقبل. وبيقول لها لو انا عملتك وحش في المستقبل اتخانقي معايا عادي. انستاسيا بتستغرب اتخانق يعني ايه بالظبط؟ افتل بيفكر شكلها عاشت عبدة كتير لدرجة انها نسيت معنى الغضب اصلا. هو بيشرح لها ببساطة يعني ببساطة لو حاجة مضايقاكي قولي ما تتكسفيش. بتوافق حاضر يا سيدي. بيقترح عليها تعالي نتمرن على كسر عادة العبودية دي. اتخانقي معايا دلوقتي. بتتردد بس بيصر يلا جربي. بتحاول بخجل معلش. بيشجعها كمان مرة. بتحاول وتقول انا اسفة. بيعدي الوقت وتاني يوم الصبح بيوصلوا اكاديمية السحر. انستاسيا مبهورة بتتعجب. دي اكاديمية كلاون السحرية كبيرة جدا. افتل بيوضح مكتب تسجيل الامتحانات هناك على ما يبدو. بتشكره سيدي شكرا على الهدوم الجديدة دي. بيرد عليها كده احسن بكتير وبتكون مدهوشة من الزحمة. عدد المتقدمين كبير جدا. افتل بيشرح لها اكاديميات السحر عموما نسبة القبول فيها منخفضة جدا لان اي حد بيتخرج منها ما بيقلقش على مستقبله المهني ابدا. علشان كده ناس كتير من كل حتة بتيجي تتقدم. وفجأة افتل بيقترح مفاجأة تقيلة. انستاسيا تعالي ادخلي الامتحان معايا. البنت بتتخض. انا كمان. بيأكد لها ايوه ده امتحان مفتوح لاي حد لو نجحتي ممكن تحصلي على مهنة مستقبلية كويسة. انا خلاص قررت. بتتردد وتقول له مش عارفة لو هقدر. بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش انت قدها وقدود. وبيفكر ان عندها موهبة سحرية اعلى بكتير من اي انسان عادي وانها برضه قلبت مارلين حتى لو من بعيد. وفجأة صوت مراقب الامتحان بيرج الساحة. يا متقدمين انتبهوا ده الاختبار الاول. افتل بيبتسم بحماس وبيقول اول مرة اخد امتحان حقيقي زي ده بجد. الكارثة اللي مستنياهم جوه الامتحان وهل هيقدروا يقلبوا الموازين؟ مشرف الاختبار واقف فوق الحلبة بيصرخ بصوت يرج المكان. اتقتلوا لحد ما يفضل 5 بس. استخدموا اي سحر او اي سلاح. المهم تفعصوا خصومكم وترموهم بره. 50 متسابق ينزلوا الحلبة فورا. وبيبص لهم بملل وبيقول في نفسه دي سبوبة حلوة لمغامر رتبة بيه زيي. بيشوف عيال بتقطع بعض وبياخد فلوس. بس يا ترى عيال السنة دي فيهم حد يستاهل ولا شوية عيال فافي؟ بس دي مجرد البداية لان اللي جاي هيغير كل حاجة. افتل والبنت اللي معاه بيلاقوا نفسهم متحصرين بالحديد والنار من كل اتجاه. المراقب بيضحك وبيقول ان الاقوى شكلا هو اول واحد هيتفعص ويترمى بره. يا ترى هيعملوا ايه دلوقتي؟ هل هيجروا ولا هيقاوموا؟ وفجأة ضربة مكتومة وراجل بيطير في الهواء زي الصاروخ. المراقب متفاجئ من المنظر. ايه اللي حصل ده؟ وفي اقل من ثانية باقي المتسابقين بيطيروا ورا بعض كأن في قنبلات فجرت في وشهم. المشرف بيتصدم بيقول ده رفسهم برجله بتعزيز جسدي مرعب. شكله بيعرف يستخدم تعزيز القدرات الجسدية شوية بس بيقول دي معركة جماعية حتى الموهوبين بيتجمعوا عليهم ويهرسوهم. المتبقيين بيهجموا التاني والغباوة راكباهم. بس انستازيا بتفجر طاقتها السحرية وبتفعل تعويذة من المستوى الثالث. عاصفة مدمرة بتهب على الحلبة وتكنسهم كلهم في الهواء زي القش. المشرف بيصرخ بذهول بره الحلبة. ال16 اللي بعدهم بيخرجوا بره فورا والكل بيشد في شعره. ايه الهبل ده؟ ده مش سحر متسابقين عاديين ابدا. دي ايه الوحوش دي؟ افتل بيبتسم من بعيد وبيقول انستازيا طلع عندها قوة زي ما توقعت. هو بيسألها ببرود هو لازم اعمل طقوس ربط سحر علشان استخدم السحر؟ انستازيا بتبصله بذهول. سيدي السحر مستحيل يتفعل من غير طقوس الربط. افتل بيبتسم بثقة لا مش لازم من غيرها اعمل الكارثة دي. هو بيفعل المستوى الرابع. بيطلق 4 تعويذات دمار شامل من المستوى الرابع في نفس اللحظة. المشرف بيصرخ هو فاقد العقل. مستحيل.
وبيضرب بوم، انفجار ودمار. افتل بيطلق تعويذه جباره بتكنس كل الموجودين في الحلبة دفعه واحده. المكان بيتزلزل والمشرف واقف مشلول في مكانه، عرق البرد نازل منه زي المطر، بيبرطم بالعافيه. عمل كل الرعب ده من غير طقوس ربط. الحكم بيستجمع انفاسه وبيعلن رقم 588 ورقم 589 اتنقلوا سوا للمرحله اللي بعدها. وفي نفس اللحظه جوه اكاديميه السحر بتبدا مرحله المعركه النظريه، الاختبار الكتابي. افتل قاعد بيمسك القلم ببرود. الكلام ده لعب عيال بالنسبه ليا من حياتي السابقه، بس الاسئله دي كتير قوي. بعد الامتحان انستازيا بتجري عليه بلهفه. سيد الاختبار الكتابي عدى ازاي؟ بيرد بروقان. كان في اسئله كتير بس قدرت اجاوب عليها كلها. انستازيا بتصرخ مصدومه. جاوبت على كل الاسئله؟ بيرد بطفوليه طبعا. مش علشان انجح لازم اجاوب على كل حاجه. بتلطم على وشها وتصحح له. لا يا سيدي، ده اختبار اختياري، بتختار مجالك بس وتجاوب على اسئلته. افتل عيونه بتوسع. ايه بجد؟ بس جوه غرفه المدير قنبله اتفجرت. المصحح بيصرخ بذهول. 958 درجه، الدرجه دي محدش سمع بيها في التاريخ ابدا، وبيكونوا مش مصدقين عينيهم. مين الكائن ده بالظبط؟ ده نصاب. بيقرأوا الاسم وهما بيترعشوا. رقم التسجيل 588. الاسم افتل اوركوت. هو بيبلع ريقه برعب. الغريب ان اسمه زي اسم الحكيم الاسطوري افتل، طالب استثنائي مرعب جالنا. الحكيم العجوز بيهز راسه. ازاي ابوه وامه جرأوا يسموا ابنهم بالاسم ده؟ ده اسم يخلي البدن يرتعد. واحد تاني بيشكك يمكن يكون من النوع الغشاش او عمل خدعه. النقاش ده كان مولع بين المدير والرجاله بتاعته. بيدخل مشرف اختبار الحلبة وشه اصفر زي الليمونه. بيحكي لهم ده استخدم المستوى الرابع بشكل متوازي. ده مستوى دراسات عليا في السحر اصلا، ومحدش من هيئه التدريس اصلا يقدر يعمل اللي هو عمله ده خالص. هو بيحسم القضيه بناء على القوى المرعبه دي. درجه الاختبار الكتابي مستحيل تكون غش، دي حقيقه 100%. واحد بيصرخ بذهول. ده فعلا بيشبه الكارثه، اسطوره الرعد بجد. ده شخص مذهل ومخيف. المدير بيأمرهم يتقسموا فورا وشوفوا باقي الطلاب، وبيهزوا راسهم وبينطلقوا. وفي مكان تاني قدام لوحه النتائج الضخمه واحد بيسأل رقمك كام؟ بيقول له 588. انستازيا بتطير من الفرحة وبتزعق. انا نجحت في فصل الطلاب المميزين بفضلك. ومن كتر الفرحة بتترمى في حضنه بالغلط وتتكسف فجأة وبتعتذر له. اسفة، عملت كده من غير قصد. بيطمنها عادي، مبروك النجاح يا انستازيا. ودلوقتي دور افتل يدور على رقمه. بيبص في اللوحة بيبتسم. دلوقتي دوري انا. بتسأله بلهفة ايه نجح؟ بيرد بحيرة والتوتر بينهش فيه. مش لاقي رقمي. انستازيا عينيها بتوسع. ايه مش موجود ازاي؟ بيأكد لها رقمي مش موجود خالص. انستازيا الصدمة بتاكل وشها. ايه ده غريب جدا، مستحيل سيدي يرسب، ده مستحيل يحصل. يقول لها فعلا ده حاجة غريبة، الاختبارات كانت ممتازة. بيقول في سره يمكن عملوا فحص قدرات سرية من ورايا وده سبب الرسوب. انستازيا بتتجنن، ده مش مقبول، هروح اكسر الدنيا واعترض فورا. افتل بينده لها ويوقفها. استني ما تعمليش كده، هيبانوا كأننا بنغطي على حاجة. فجأة انستازيا عينيها بتلمع وبتشاور على لوحة ذهبية. سيدي في حاجة هناك بص لها كده. اللوحة مكتوب عليها قائمة الطالب ذو المعاملة الخاصة. انستازيا بتنط من الفرحة. برافو يا سيدي، انت اتقبلت وبقيت طالب مميز كمان. افتل بيعلق ايوه، دي حاجة غير متوقعة خالص. هو بيسأل نفسه النجاح حاجة كويسة، بس ايه حوار منصب ممثل الطلاب ذو المعاملة الخاصة ده؟ هيطلبوا مني اعمل ايه بالظبط؟ انستازيا بتشرح له بانبهار. سيدي بص على المزايا المرعبة دي، رسوم دراسية مجانية، سكن مجاني، وكمان اكل مجاني، ومرتب خاص اضافي، وتمثيل الاكاديميه في الفعاليات العامه، ومشاركه في دبدولات مع مدارس تانية. افتل بيعلق دي فعلا حاجه ضخمه، بس جوه عقل افتل الحسابات كانت سوداء. بيفكر بقلق ده مش مجرد نظام، انا كده هبقى زي تميمه او رمز للاكاديميه، ده هيبعدني عن هدف الحقيقي خالص. قلبه بيدق بسرعه، عرق بارد نازل منه. كان متخيل حياه هاديه يعيش بهدوء من غير لفت الانظار، ويدور في المكتبه على طريقه يتخطى بيها حاجز الموهبه، بس كونه ممثل ما عندوش اي خيار للرفض. وهو ماشي غرقان في افكاره، عينه بتلمح شخص بيخليه يتجمد في مكانه، بيستخبى ورا العمود زي البرق. انستازيا بتساله باستغراب سيدي انت بتعمل ايه؟ بس هو بيترعش. دي مارلين. بيبص عليها بطرف عينه من ورا العمود. بيفكر بذهول مستحيل اخطئها، دي هي فعلا، دي كبرت بس ملامحها لسه موجوده. اكيد دي مارلين، بس ليه هي موجوده هنا بالظبط؟ انا دلوقتي موجود في جسم عيل صغير بس ملامحي لسه هي. لو مارلين شافتني
تاني هتعرفني على طول. مقابلتها هنا خطر جدا، لو اكتشفت ان اعادة تجسيد لافتل تاني دي هتبقى كارثة كبيرة. بيحاول يهرب بسرعة وبيقترح انستازيا يلا نكمل فرجة على باقي الاكاديمية، يلا خلينا نمشي من الناحية التانية. بتوافق حاضر يا سيدي. بس فجأة مارلين بتحس باحساس غريب. استاذي بتبص وراها وبتقول طبعا مستحيل يكون موجود هنا دلوقتي. وفجأة بتلمحه وهو بيجري، بتندهله انت لا استنى شوية، وبتجري وبتقف قدامه تقول له انت. افتل بيتنفض بيقول لها انا. بتبص له نظرة حادة وبتسأله انت مين بالظبط؟ انت ليك علاقة بأسطورة الرعد. افتل بيكلم نفسه. معقول مارلين حست بحاجة غريبة؟ هو مش عايز يعمل اي حاجة كبيرة علشان محدش يلغى قبوله، ودي بالنسبة له هتبقى كارثة. بيحاول يستهبل اسف مش فاهم بتقولي ايه بالظبط. وبيمسك ايد انستازيا. انستازيا انا جعان قوي يلا بينا علشان نتغدى. مارلين بتحاول توقفه. استنى انت يا عم استنى. بس هو بياخد انستازيا وبيطير من قدامها زي السهم. بعد ما هربوا بعيد بيسأل انستازيا انت ما كنتش عارفة دي مين؟ بترد عليه وبتقول له ايوه. بيقول لها الست اللي كانت واقفة هناك ديت مارلين سما، دي قريبتك من بعيد. بتقول له ايوه بس للاسف انا عمري ما قابلتها قبل كده ابدا. افتل بيستغرب معقول؟ بتوضح له مارلين سما بنت ملك الشياطين، وحسب اللي اتقال في العيلة كان الرئيس من 10 اجيال كاملين. افتل بيطمن شوية 10 اجيال دي تبقى غريبة عنك تقريبا، وبيقول لنفسه بعد المسافة ديت طبيعي ما تعرفهاش. وطبعا مارلين مستحيل تلاحظ الشبه اللي بينكم. بس السؤال اللي بياكل دماغ افتل دلوقتي مارلين بتعمل ايه هنا اصلا؟ المفروض دي مديرة اكاديمية التيا السحرية، يعني مكانها مش هنا. وفي حفل الافتتاح الضخم المدير واقف على المنصة وبيعلن مبروك للطلاب الجداد انضمامكم للاكاديمية. من النهارده كلكم جزء من الاكاديمية دي، كل الطلاب سواء متميزين او عاديين او من الطبقة الخاصة. اتمنى نتعلم ونتقدم في السحر سوا من غير فروق. والنهارده بمناسبة تجاوز حاجز الاعراق عندنا ضيفة شرف مديرة اكاديمية التينا مارلين. افتل بيكلم نفسه انا فهمت دلوقتي السبب اللي خلاها هنا. مارلين بتمسك المايك وبتتكلم بشكركم على التقديم ده، وبتبارك الطلاب على مجهودهم ونجاحهم وبتشجعهم. وبعد ما خلصت كلمتها المدير فجر المفاجأة بيعلن بصوت هز القاعة ودلوقتي ممثل الطلاب الجداد والطالب ذو المعاملة الخاصة افتل. القاعة كلها بتشهق في نفس اللحظة. افتل بتوتر، لو اسم اتقال في الموقف ده قدام مارلين هتتأكد من الشك بتاعها. الناس بتتهمس بذهول، ده نفس اسم أسطورة الرعد، ده مين ده بالظبط؟ ده الطالب اللي حقق اعلى الدرجات في تاريخ الاكاديمية. وبعد ما قال كلمته مارلين بتقف قدامه فجأة بتبص له بنظرة كلها غضب وشك. وفي كافيتيريا الاكاديمية بنات كتير بتبص لافتل ومعجبين بيه، وانستازيا بتبقى قاعدة على ترابيزة تانية ومش عاجبها الموضوع وبتقول في نفسها انا اللي لقيته الاول. وفجأة مارلين بتدخل زي الصاعقة بترمي اوراق قدامه بغضب مرعب. اللي معاه بيستأذنوا وبيخرجوا. افتل بيسألها بحذر مارلين سما ايه اللي بيحصل؟ بترد بنبرة حادة انا سمعت حاجات كتير عنك، اسمك افتل صح؟ بيرد هو بيتكلم نفسه غريب، حاسس ان شخصية مارلين بقت اقصى من زمان بكتير. وهي بتسأله بصرامة انت عارف يعني ايه اعادة التجسيد؟ افتل بيكلم نفسه دي كانت دايما حادة وذكية، بيحاول يتهرب منها بضحكة مصطنعة. اعادة تجسيد؟ انا مش فاهم انت بتقولي ايه بالظبط. مارلين بتهجم بورقها شفت نتيجة اختبارك؟ دي نتيجة اكن امبراطور السحر هو اللي كان بيمتحن. هو كمان اغلب هيئة التدريس هنا ما فهموش طريقة حل المسائل بتاعتك رغم ان الاجابات كانت صح. تعرف ليه؟ افتل بيتعلسم ايه مش عارف، بتزعق فيه لان اجابتك كانت مبنية على نظريات سحرية من 400 سنة بتتحداه، والنقاش بيحتد ما بينهم. وهي بتقول له انت شبهه قوي، شبه شخص عزيز عليا جدا. افتل بيتفاجأ بتعتذر فجأة اسفة يا افتل كن. لما الموضوع بيتعلق باستاذي بتحمس بسرعة. بتوضح له فكرة اعادة تجسيد ممكن تكون مبالغ فيها، لكن اكيد انت مرتبط بشكل خاص باسطورة الرعد افتل، وسبب هروبك مني كان بسبب علاقة معينة ما كنتش عايز تتقبلها. انا متأكدة من كده. افتل بيقرر يقلب الطاولة بكذبة محبوكة. بيعترف فجأة ايوه اعادة تجسيد هي الاجابة الصح. مارلين بتتفاجئ ولكن ده اللي كان بيدور في نفسه ده ما حصلش. بيقعد يحسبها كتير وفي الاخر بيقرر يكذب عليها. هو بيقول لها اسطورة الرعد كان بيحب امرأة في السر، والابن اللي جه من العلاقة ديت محدش يعرف عنه ابدا، بس الابن ده كان عنده موهبة سحرية استثنائية، فاسطورة الرعد علمه كل اسرار السحر بتاعته من غير ما يعرف حد. الابن ده عاش بعيد عن الانظار في جبل النائي، وعيلته عاشت هناك شبه معزول عن المجتمع، وهم بيطوروا السحر بتاعهم. بس هي بتعترض استنى ده مستحيل يكون حقيقي، هو عمره ما قال لي حاجة شبه كده. بس افتل بيكمل وبيقول لها الدليل ان افتل ما كانش عنده موهبة سحر حقيقية ومات وهو يائس. البنت بتحاول تكتم بقها بسرعة وتقول له الموضوع ده حساس
حساس جدا واحنا مخبيينه على الناس كلها ومحدش يعرف بيه، كونك عارف بيه يبقى انت كلامك صح. افتل بيقول لها بثقه ايوه انا فعلا الجيل ال 13 من نسله، العالم مش عارف بوجودنا كعيله. مارلين بتهز راسها وبتفهم وبتعترف بحزن خفيف، حاسه بشويه حزن اني معرفش حاجه عن اللي انت قلته ده، بس تمام. وفجاه عينيها بتطق شراره وبتتحداه. افتل بيتفاجئ بس هي بتشرح له طريق اسطوره الرعد اللي بيسعى للوصول لاقصى قوه مش بس عيلتك اللي ماشيه عليه، انا كمان استمريت في تطوير سحلي طول الفتره اللي فاتت. هو بيقول في نفسه مارلين من اليوم دوت من 400 سنه لسه مستمره في طريقها، وبيبقى محتار لان لو واجهها بقوته الحقيقيه في احتمال كبير انها تكتشفه، بس هو من جوه عايز يشوف التطور اللي هي وصلت له وقوتها بقت عامله ازاي دلوقتي. الهمسات بتملى الأكاديمية كلها عن المعركة المرتقبة، والطلاب واقفين على أعصابهم وعيونهم متثبتة على الحلبة بين إفتل والمديرة مارلين. الكل مقتنع إن مهما بلغت قوة إفتل الخارقة مستحيل يقف قدام أقوى ساحرة في الأكاديمية اللي جاية تعلم الطلاب الفرق الحقيقي في القوة. وإفتل واقف ببرود بيبتسم لنفسه لأن اللحظة دي جت أخيرا علشان يختبر تطور قوة تلمسته خلال ال 400 سنة اللي فاتوا. وفجأة إفتل بيرفع إيده وبيهتف بتحدي، تعال نبدأ باختبار بسيط كده. ومارلين بتبتسم بصرامة وتطلب منه يوريها كل اللي عنده. وفي ثانية واحدة إفتل بيرمي عليها كرة حمم بركانية مرعبة من المستوى السادس وبدون ما ينطق بكلمة واحدة. المدرجات تتزلزل من الصدمة ومارلين عينها بتتسع بالرعب لأن استخدام سحر بمستوى سادس من غير طلاسم ده أمر مستحيل عقليا. لكن مارلين بتخرج من قلب النيران بتعويذة دفاعية مركبة من المستوى السابع، وإفتل بينبهر بذكائها وبيتأكد إنها طورت سحرها لدرجة بعيدة. ومارلين هنا بتقرر تصدق قصته المعقدة بس بتقول له انا الطالبه المفضله لدى إفتل الاصلي، وبتطلق تعويذه نار بكبرياء علشان توري اسلوب امبراطور البرق الحقيقي. لكن إفتل بيصد الضربه بنفس الطريقه وبكل سهوله مذهله، وبيبتسم بهيمنه وهما بيتصادموا في الهواء وسط ذهول الجماهير اللي مش مستوعبه اللي بيحصل. وفجاه مارلين بتطل فوق وتجمع طاقتها عشان تضربه بنفس التعويذه تاني بسرعه صاروخيه. يا نهار ابيض، الطلاب بتصرخ برعب وفاكرين ان إفتل اتحرق خلاص وانتهى امره. ومارلين بتبدأ توضح والانتصار مالي عينيها ان اعادة تشكيل التعويذة محتاج وقت، بس هي اتعلمت السر من معلمها القديم. لكن المفاجأة الكبرى كانت لسه جاية في طريق. إفتل بابتسامة ثقة بيرد عليها انه عارف السر ده كويس اصلا. وفي اللحظة دي انفجار تعويذة جليدية من المستوى السابع في نص اللهب المشتعل، جدران الحلبة والسطح بيتجمدوا في ثواني معدودة، وإفتل بينقذ نفسه في اخر لحظة. ومارلين بتتجمد مكانها ومش قادرة تستوعب السرعة الرهيبة اللي جاهز بيها السحر، ومن غير ما يديها فرصة تتنفس اصلا إفتل بيهجم بصاروخ جليد على هيئة سمكة قرش وحشية بتطير بسرعة ارتدادية جنونية، ومارلين بتصد الضربة بصعوبة بالغة في آخر لحظة، والخوف بيكون مالي قلبها. وإفتل بيضحك ببرود ويقول لها عاش، بس المرة دي هكون أسرع بكتير، وبيطلق تعويذة دلتا بالسم الجليدي، فتضطر مارلين تعمل سحر دفاع سريع جدا عشان تهرب من الهلاك المحقق قدامها. لكن الكارثة الحقيقية اتفجرت لما إفتل أطلق قنبلة صاروخية جليدية عملاقة ناطحة للسحاب بتنزل فوق دماغها زي الزلزال المدمر. مارلين تحس إن الواد ده بيختبرها ومستحيل يكون طفل بشري عادي، وبتفعل حاجز الحماية الكامل، لكن الصاروخ تقل لدرجة انها مش قادرة تتحمل اكتر من كده. إفتل بينادي عليها بصرخة تحذيرية حاسمة، التعويذة دي غير قابلة للصد ولازم تدمريها فورا قبل ما تسحقك تماما. وهنا كل حاجة في دماغها اتغيرت في لحظة. مارلين تيجي لها حالة ذهول عميق وتحس انها عاشت اللحظة دي بالحرف الواحد قبل 400 سنة، وصوت معلمها إفتل بيرن في ودانها وبيقول لها تعويذتك دي مش مثالية يا مارلين. وفي ثانية من التحدي المشتعل بتطلق تعويذة متعددة وتدمر الصاروخ تماما وسط ذهول إفتل من قوة انفجار السحر المرعب. مارلين بتتنفس بصعوبة بالغة وطاقتها بتكاد تنفذ، وإفتل بيستغل اللحظة دي وبينتقل بسرعة خلف ظهرها ويقول لها بكل ثقة ما تبصش ابدا بعيد عن عدوك. لكن مارلين كانت متوقعة الحركة دي تماما وتستخدم انتقال آني من المستوى الثامن، وبتظهر وراه فورا وتولع في المكان بتعويذة نارية كارثية. المدرجات بتصرخ بصدمة عارمة وفاكرين ان النهاية جت، لكن إفتل بيخرج منها بنفس الانتقال الآني من غير ما يحصل له حاجة، وبيظهر وراها ببرود قاتل. مارلين بتضحك بذهول وتفتكر معلمها القديم اللي كان دايما سابق اي خصم بخطوة كاملة، وبتقرر تطلق طاقتها الكاملة لحسم المعركة للأبد. مارلين بتطلق سور الرعد من المستوى الثامن بكل قوتها، وفجأة بتخرج نفس التعويذة من ايديها الشمال ومن رجلها الاتنين كمان في نفس اللحظة. إفتل بيفتح بقه بذهول مرعوب ومش مصدق اللي هو شايفه، القاء متعدد رباعي التعويذات من المستوى الثامن وكمان في وقت واحد. يا سلام، ده حاجة ما شفناهاش بقالنا كتير.
مارلين بتطير في السماء وتفرغ كل طاقتها المتبقيه في ضربه اسطوريه نهائيه، وافتل بينبهر وبيفضفض بذكرياته معاها من اول لما رباها لحد ما كبرت وبقت بالشكل ده، ولانها تلمسته المفضله بجد افتل بيقرر يرد عليها بتعويذه امبراطور البرق الاسطوريه من المستوى العاشر. الضربه تنزل كصاعقه كونيه تدمر سحر مارلين تماما، وبتغطي السماء بضوء ابيض مرعب، ومارلين تتصدم لان الضربه ديت هي نفس الضربه التاريخيه اللي انقذتها من الوحش الاحمر في طفولتها. افتل بيبطل السحر نهائيا، ومارلين بتنزل على الارض والكل واقف في المدرجات مش مصدق ان الطفل ده قدر يهزم مديريه الاكاديميه مارلين عيونها بتدمع من الفرحه العارمه، وبتعرف الحقيقه الكامله. ده مش اي حد، ده امبراطور البرق افتل بنفسه متجسد قدامها في الحلبه. افتل بيعترف بابتسامه وبيقول لها واضح انك تدربت بكل قوتك طول 400 سنه اللي فاتوا. مارلين بتترمى في حضنه وبتبكي زي الطفله الصغيره من شده التاثر، وفجاه انستازيا بتجري عليهم وهي مرعوبه وبتسال افتل عن سر العلاقه الغريبه دي، لكن الكارثه ان المعلمين والطلاب بدأوا يهجموا عليهم من كل حته علشان يطلبوا منه يبقى معلمهم. مارلين بتسحب افتل من ايده بسرعه وتجري بيه لقلب الغابه بعيد عن الثوره والزحمه اللي تسببت فيها المعركه. بتوصل بيه لبيته القديم اللي حولته لقلعه ضخمه محاطه باسوار عاليه، وبتقول له بكل حماس انها تستغل نفوذها كمديره الاكاديميه وتسجله هو وانستازيا كاولادها بالتبني. افتل بيبتسم لان المنصب والمكانه دي هيخلوه يدرس السحر بحريه مطلقه ويستخدم كل المرافق براحته، وبيحضن مارلين وبيشكرها بعمق، بينما انستازيا بتبتسم بسعاده بالغه لانهم هيفضلوا سوا في امان. وهنا بتنتهي احداث الصدمه المدويه، بس ملحمه افتل لسه في اولها. افتل مش بس هزم اقوى ساحره واثبت قوته المطلقه، ده كمان كسب نفوذه مكانه اسطوريه تخليه يسيطر على الاكاديميه ويطور سحره براحته. يا ترى ايه اللي هيحصل لما يبدا يمارس سحره الامبراطور الحقيقي من غير قيود؟ وهل الهدوء الجديد ده هيستمر ولا الايام الجايه شايله معاها معارك وخصوم اشد؟ اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، واضربوا اللايك المتين، واشتركوا في القناه، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجزء الجاي اول ما ينزل. وشكرا لكل المتابعين، ونشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.